هعمل معاكم النهارده الفطير المشلتت الفلاحي بالسمن البلدي، وهنسويه على البوتاجاز في الطاسه. انا عملته قبل كده في الفرن نفس الطريقه هي بس باختلافات بسيطه. ادتني نتيجه جميله جدا، طريقه جميله اللي انا بعمل بيها الفطير الصراحه. وجربوها وان شاء الله هتعرفوا ان هي طريقه سهله وبسيطه. شايفين الفطير شكله حلو ازاي؟ ما شاء الله كان مورق بدون عجن ولت كتير. تمام. جنب شويه جبنه وشويه عسل كده، حاجه تحفه تفكرنا بالبلد والارياف وبلدنا. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ أنا مها المطبخ المهندسة، وإذا عجبكم الفيديو إن شاء الله ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. عندي هنا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقتين سكر مش مليانين ورشة من الملح، وعندي مية دافية أنزل بيها تدريجيا على الدقيق مع التقليب كده بالمعلقة لحد ما تندمج المية مع الدقيق. وزي ما قلت لكم بنزل بالمية بالتدريج عشان ما اخسرش العجينه بتاعتي واضطر ازود دقيق، وهكذا لحد ممكن تبوظ مني بعد كده. خلاص ابتدي بقى اعجن فيها بايديا كده، ورفعتها من البوله وعجنت على الرخامه حوالي 3 4 دقايق. ادتني عجينه طريه ولينه. حطيتها في البوله تاني وغطيتها وسبتها 10 دقايق ترتاح. بعد كده طلعتها، رشة دقيق بسيطة على الرخامة وحطيت عليها العجين، وابتدي افرد العجينة على شكل مستطيل. العجينة مخدومة كويس وارتاحت كمان كويس، فايه بتتفرد معايا بسهولة. حط شوية دقيق برضو على الوش عشان ما تلزقش في النشابة. تمام. هقلب بقى المثلث على قدر المستطاع، قصدي المستطيل على قدر المستطاع. افردها على هيئة مستطيل. تمام. اقلب بقى المستطيل وابتدي اوسعه من الناحية التانية، الناحية الصغننة دي. تمام. فردت فيه كويس اهو. بحاول اظبط الاطراف عشان ايه ما تبقاش سميكه مع الفطيره كده مش تبقى طعمها حلو. كل ما الاطراف تبقى رفيعه تدي توريقه ايه حلوه. خلصت فرد العجينه وعندي 150 جرام من السمنه البلدي، وزعتها على سطح العجين. ابتديت اوزعها كده بايدي اكننا بنعمل سينابون بالظبط. عايزين تستخدموا زبدة استخدموا، عايزين تستخدموا خليط ما بين الزبدة والسمنة استخدموا، عايزين تحطوا زيت على السمنة او الزبدة برضو ينفع. تمام. ابتدي ابرم بقى العجينة زي السينابون بالظبط. وانا ببرم كده او بلف هضغط على ايه على العجينة ضغطة خفيفة. تمام زي ما انتوا شايفين كده. ما خدتش وقت تماما وسهلة جدا، وهنسويها على البوتاجاز بطريقة سهلة وهتشوفوها وهتعجبكم ان شاء الله. أنا ما حبيتش اعمل قط في الحتة دي، وبوريكم حتة حتة كده عشان ايه ابقى امينة في الفيديو الصراحة. حلوة امينة دي صح. خلصت العجينة برمتها كويس، جبت بقى الطرف السايب ده سكنته كويس مع العجينة عشان ما يفتحش معايا زي ما انتوا شايفين. وابتدي اقسمها حسب ما انتم عايزين. انا قسمتها على 3. عايزين تقسموا اكتر قسموا. وكل جزء لفيته كده حلزوني حوالين بعضه، والطرف السايب ده حطيته تحت الايه الحلقة وحطيتها في طبق. ادي الجزء التاني برضو وادي الجزء التالت. حسيت ان الجزء التالت ده صغنن شوية، خدت من اللي قبله حتة وحطيته عليها ولفيته حلزوني برضو زي ما انتوا شايفين. والطرف السايب حطيته ايه تحت الحلزون او تحت الحلقة، واسيبهم يرتاحوا، اغطيهم واسيبهم يرتاحوا واحطهم في الفريزر 10 دقايق. تمام. بعد ال10 دقايق طلعتهم هديهم فردة تانية. ممكن تستغنوا عن المرحلة دي، يعني ممكن تفردوا على طول وتسووا، لكن انا حبيت ايه اورق اكتر. فردتها واديتها حته صغيره جدا من الايه من السمنه، من 150 جرام سمنه اللي انا استخدمتهم في الاول. تمام. خلصت 3 قطع وحطيتهم برضو 10 دقايق في الفريزر. ده اخر مره دي. ابتدي بقى افردهم عشان اسويهم. احنا مش عايزينها رفيعه عشان تبقى ايه مورقه وما تنشفش مننا، حسب ما انتوا بتحبوا برضو. ممكن في المرحله دي نحطهم في الفرن. انا حطيت هنا طاسه على البوتاجاز سخنت، وبعد كده نزلت باول فطيره وابتديت اسوي سطحها كده واسوي الاطراف بتاعتها في الايه في الطاسه.
على نار متوسطه، وواحده واحده كده لحد ما تستوي الايه الفطيره، ونغطيها. اهم حاجه ان احنا نغطيها. وهتاخد مثلا على كل وش تقريبا 3 4 دقايق. ابتدي اقلب فيها واحده بواحده كده لحد ما تديني اللون الايه الممتاز بتاع الفطير. شايفين الفطير كان بيقب ازاي؟ ما شاء الله. ما نستعجلش عليه عشان من جوه تستوي وبتبقى من بره ايه مقرمشه. تاني واحده اهي. اي فتافيت من الفطيره اللي قبل كده بتقع في الطاسه نشيلها عشان ما تتحرقش وتبوظ الايه الفطير بتاعنا. دي كانت تاني فطيره ما شاء الله. شايفين حلوه ازاي؟ خلصت الفطير جميل، جربوه وان شاء الله يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.